وكرم الإنسان ينقسم على قسمين: هناك من يكرم بالماديات، يعطيك فاكهة، خضرة، قطعة أرض، بستان، ملابس، مال إلى آخره. وهناك من البشر من يكرم بأعز ما يملك، لا مال ولا بستان ولا غيره. شنو أعز ما يملك؟ أعز ما يملكه الإنسان هي نفسه، روحه. أغلى من الروح ماكو، نهائيا ماكو. هذه الروح العزيزة الغالية يفديها، يضحي بيها، يكرم بيها. علما الغالي يعطى للأغلى، مو الغالي يعطى للأغلى. الروح غالية، لكن الإنسان المؤمن يعطيها لمن هو أغلى من الروح، وهو الله تبارك وتعالى يعطيها إليه. وإذا تريد لك نموذج من هالقبيل فانظر إلى إمامك الحسين عليه السلام. أئمتنا نفس الحالة، الأنبياء نفس الحالة، الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء الرعيل الأول من المسلمين الذين ضحوا بكل غالي والنفيس مو في سبيل رضا الله تبارك وتعالى، وجادوا بالنفوس.